هنعمل مقارنه سريعه مع بعض ما بين الانود والكاثود. المفروض دلوقتي ان انا عندي الانود بيبقى هو المكان اللي بيحصل عنده اوكسيديشن، المكان اللي بيحصل عنده لوزنج الكترونز، هو الريديوسنج ايجنت، وهو النيجاتيف فول في الجالفانيك سيل، وبيبقى عنده اعلى اس او بي اللي هو الستاندرد اوكسيديشن بوتنشال. والستاندرد اوكسيديشن بوتنشال والستاندرد ريدكشن بوتنشال هم الاساس لان انا اعرف الليميت ده هو هيعمل اوكسيديشن ولا هيعمل ريدكشن. يعني ليه الكبر مره حطيته مع الزنك فالكبر حصل له ريدكشن، ومره حطيته مع السيلفر فالكبر حصل له اوكسيديشن؟ ده بناء على الاوكسيديشن بوتنشال. المور اكتيف اليمنت اتفقنا مع بعض هو الايه اللي عنده اوكسيديشن بوتنشال اعلى، وهو اللي بيخسر الكترونات، بما انه الانود هيخسر ماس كمان، يعني بيخسر ماس وبيخسر الكترونز والدنيا عنده ربنا اعلم بيها. فكرني والله بمشروع الكاب، كان دايما في الكابستون الولد النشيط المور اكتيف اللي بيشتغل كتير بيضيع وقت وبيضيع مجهود، والتانيين قاعدين ملوش حاجه وياخدوا هم الالكترونز على الجاهز ويزيدوا في الماس يلا يبقى هو المور اكتيف ده الدنيا بتيجي عليه لان هو مضحي، بيخسر الكترونات ويخسر وقت ويخسر ويخسر ويخسر، وفي الاخر التاني اللي لسه اكتيف ياخد الالكترونز على الجاهز ويزيد ماس